السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هكذا وصلنا لاخر ماده في ثانويه عامه اللي هي الامتحان الاحياء. ولكن الاول كده طمنوني، امتحان الكيمياء كان عامل معاكم ايه؟ ومستواه كان صعب ولا سهل ولا متوسط ولا كانت الدنيا ايه؟ وطبعا الاهم دلوقتي زي ما احنا متعودين ان انت بتيجي من الماده بتحمد ربنا سبحانه وتعالى على الامتحان وخلاص اركنه واقفله وخلاص مهما كان الامتحان كان عامل ايه. والاهم دلوقتي نركز في الماده اللي بعدها. فلا يغرنك يا صديقي ان اللي من الاحياء قبلها اسبوع، هي قبلها اسبوع ولكن هما مش بيدوك كده اسبوع وخلاص، كل يوم انت لازم تكون مستغله صح. معلش والله انا عارف ان انت تعبت وكنت ناوي تاخد اجازه بما ان انت الاحياء قبلها اسبوع، ولكن زي ما قلت لك الاحياء قبلها اسبوع ولكن هي طويله لان هي معاها الجيولوجيا فكبيره جدا. والاهم ان انت في الاسبوع ده محتاج تلم افكار كبيره جدا 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 عشان تكون ان شاء الله مؤهل وتدخل الامتحان كده والدنيا تمام. فكمل معايا الفيديو كده ايها الطالب الجامعي الا امتحان. هقول لك كده بتعمل ايه ان شاء الله في الماده وتراجع ازاي الفصول، وانا عارف ان انت ناسيها بجد فانا هراعي الحته دي واقول لك تسمع فيديوهات ايه لو انت كمان عاوز تنجز وما تقعدش في الفصل كتير جدا وان شاء الله تتذكره. والاهم طبعا في افكار معينه كده انت لازم تكون عارفها ورا كل فصل، هبعتها لك على جروب التليجرام ان شاء الله. انا كنت كاتبها وكنت كاتب افكار كتيره جدا ان شاء الله هتنفعك، هبعتها لكم برده على جروب التليجرام. وهقول لك طبعا ايه ازاي تخلص الماده كلها في 3 ايام، وكمان ال3 ايام اللي باقيه تحل كل الشوامل اللي في الدنيا ان شاء الله. خليك تحل الوزاره وتحل كتاب الامتحان وتحل كتاب التفوق يعني، وتحل كده حاجات كتيره ان شاء الله. كمل معايا الفيديو كده وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لاصحابك. بص يا صديقي، بلاش بالله عليك تبص ان الاحياء قبلها اسبوع وتقعد يعني ايه تقعد بقى تتمرقع بقى وتضيع وقت فيما لا ينفع. احنا عايزين نستغل كل يوم بيومه. بص بقى عشان ما تتوهش، بما ان انا كنت عامل حساب ان انتوا المفروض هتبداوا مذاكره من امبارح ولكن انتوا خدتوا اجازه امبارح وانا قلت لكم استريحوا عادي شويه مفيش مشكله. فبناء على كده كل الخطه اللي جايه انا كنت حاسب انت تبدا مذاكره من امبارح، فما فيش مشكله ابدا مذاكره من النهارده. هتلاقي مثلا الدعوه والحركه انا كنت قايل لك خلصها امبارح عادي، خلصها النهارده. هي المفروض تاخد منك من النهارده كده مثلا لحد العصر او يعني نص اليوم عموما، حتى ولو لحد المغرب. بعد ما تخلصها ابدا مثلا في اليوم اللي بعدها. بعد ما تخلص اليوم اللي بعدها مثلا من المغرب بتاع النهارده المغرب بتاع بكره تكون المفروض انت خلصت اللي عليك ده في اليوم. وبرده الخطه ان شاء الله هبعتها لكم كده ايه كتابه على التليجرام. معلش زي ما قلت لك كده، ولكن والله بجد يعني هي قبلها اسبوع ولكن الاسبوع ده ممكن يفر منك وممكن تعمل فيه حاجات كتيره جدا. فبص ببساطه انت عندك الدعامه والحركه والهرمونات والمناعه وعندك كل الفصول دي. هتبدا مراجعه ازاي؟ انت كالعاده النهارده هتروح كده من امتحان الكيمياء زي ما انت روحت دلوقتي اعتقد، تروح كده تاخد لك دش مثلا او تريح جسمك شويه وتبدا من العصر. من العصر ان شاء الله لحد ما انت تنام. وبالله عليك فوق معايا كده، انت معاك من العصر للمغرب لوحدهم اكتر من ساعتين ونص. من المغرب يا عم العشاء اللي انت خدتهم اجازه، من العشاء تاني لحد ما تنام قول ساعتين 3. فركز كده عشان ما اقعدش اقول لك تعمل كذا النهارده تقعد تقول لي ده كتير. بص يا عم، هنخلص النهارده ان شاء الله. المفروض منك ان انت تراجع الدعامه والحركه وتحل عليهم. ليه تحل عليهم؟ لان انا عارف ان انت ربما تكون ناسي الحل. هل هتحل عليهم 200,000 سؤال؟ لا طبعا، انا عايزك تحل شويه اسئله كده ايه بساط بس يا دوبك تفتكر الدعامه والحركه كانت بتقول ايه. طيب هتراجعهم ازاي؟ بص والله يا عم، لو انت بتراجع مع نفسك عادي امسك الكتاب بتاعك حتى والله ولو انت ناسي، بمجرد انت تمسك الكتاب وتراجع مع نفسك كده الفصل هتلاقي نفسك والله تذكرته. مش عايز اقول لك بنسبه 100% تاني. ولكن لو انت خايف وعاوز تسمع كده فيديو على السريع، بص دكتور احمد الجوهري اظن او اي مستر انت بتراجع معاه عموما، بس انا كنت بفضل دكتور احمد الجوهري يعني. اسمعه كده واسمع، هتلاقي شرح مفصل مثلا للفصل ده ولكن في وقت قليل. سرع الفصل ده مثلا كده خليها على 1:30 ولا حاجه، هتلاقي الفيديو مثلا لو 3 4 ساعات انت بتخلصه في ساعه ونص ولا ساعتين. هتلاقي نفسك كده يعتبر افتكرت كل الشرح بتاع الدعامه والحركه. خلصتهم يا عم؟ اه يا عم خلصتهم. نيجي بعد زي ما قلت لك اي كتاب معاك، اي كتاب في اي حاجه بجد، حل شويه اسئله كده صغيرين جدا على الدعامه والحركه وكده، حتى هو مثلا ولو اسئله انت كنت معلم عليها قبل كده راجعها مثلا وراجع الافكار بتاعتها. تيجي بقى الخطوه الاهم اللي عاوزك تعملها النهارده، الا وهي ان انا هبعت لك كده افكار معينه انا كنت كاتبها على الدعامه والحركه وافكار كتيره جدا. بعد انت ما تخلص ده اقرا كده كل الافكار دي، واي فكره جديده تقابلك اكتبها بالله عليك. هتقابلك ان شاء الله في اخر ال3 ايام كده وانت بتحل الشامل اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. وكده الحمد لله خلاص راجعين يعتبر الدعامه والحركه شرح وكمان حلينا عليهم. والاهم طبعا راجعنا الافكار، والافكار دي والله انا كنت طالع بيها من كتب كتيره جدا يعني. الحمد لله كنت حل كتب كتيره جدا فكنت طالع بالافكار دي كلها من الكتب. فالافكار دي هتنفعك جدا. فانت زي ما قلت لك لازم تدخل جروب التليجرام، والاهم ان انت تذاكرهم بالله عليك. وبس الحمد لله كده نكون قفلنا الدعامه والحركه. ننجز بقى تاني يوم. انا عاوزك تخلص مراجعه مالك في اسرع ايام. ليه؟ عشان مثلا ما تقعدش تراجع لي التكاثر في اليوم اللي قبل الامتحان هتكون انت اصلا نسيت الدعامه والحركه. لا، فانا يومين 3 كده انا عاوزك تقفل الاحياء اصلا والجيولوجيا. طيب نيجي بقى بكره ان شاء الله اللي هو يوم الجمعه. تاني يوم ده المفروض هنراجع فيه ايه؟ هتراجع فيه الهرمونات والمناعه واول باب جيو. لو عايزين برضه ابعت لكم الخطه دي عشان انتوا ما تنتهوش، هبعتها لكم ان شاء الله برضه على التليجرام. ولكن دلوقتي زي ما قلت لك يوم الجمعه ان شاء الله اللي هو بكره انت المفروض تكون هتراجع الهرمونات والمناعه واول باب جيولوجيا.
هل تقدر تراجع كل ده؟ والله زي ما قلت لك تراجعهم، لان ببساطه لو انت اصلا هتراجع مع نفسك انت ممكن تخلص كل اللي انا قلت لك عليه ده على الظهر ولا العصر لو انت بتصحى بدري. ولو هتسمع له فيديو، كل فيديو اصلا مثلا ساعتين ولا حاجه، هتلاقي نفسك والله مثلا برضو على الظهر انت مخلص شرحهم، على المغرب يا عم اصلا مثلا يعني انت كده ذاكرتهم، والشويه بتاع بالليل حليت وعملت اللي انا قلت لك عليه. برضه هتعمل نفس الموضوع في الهرمونات والمناعه او البيولوجيا كده. بالنسبه للجيولوجيا بقى، بص يا عم الجيولوجيا اصلا بتيجي في الامتحان والله بجد بيكون فيها افكار شويه، مش مجرد انت مذاكرها كده مذاكره عميان، بقى شويه افكار كده وتركات انت لازم تكون عارفها. فانا هصور لكم كتاب الشرح بتاع كتاب الامتحان. انا كنت كاتب كده في الكتاب بتاع شرح كميه معلومات قد كده، كنت طالب بقى من الاسئله، فهبعتها لكم ان شاء الله. هحاول اوصل الكتاب بتاعي مع اني مش لاقيه يعني، هحاول اوصل لكم ان شاء الله كده، وابعتها لكم برده على التليجرام وانت راجع منه، بحيث تذاكر منه وانت بتراجع كده تقرا كل الافكار دي. وبرده يبقى انت كده خلصت المناعه والهرمونات وعملت زي بالظبط ما عملته في الدعامه والحركه، اللي هو عملت ايه، رجعتهم شرح وخلصتهم، بعدها بصيت على الافكار اللي انا هبعتها لك على التليجرام، بعدها حليت شويه اسئله وراجعت على الاسئله اللي انت كنت معلم عليها. طيب يوم السبت ان شاء الله ويوم الاحد هتعمل ايه؟ يوم السبت والحد انت هتكون خلصت اصلا منهج الجيولوجيا والاحياء اللي هو قد كده، وهيفضل لك ان شاء الله 3 ايام، يعني انت في نص المده خلصت مراجعه الاحياء، ومش مجرد مراجعه، انت حليت كمان وكمان راجعت افكار، هي ان شاء الله افكار امتحانات. طيب يوم السبت يا عم هتراجع ايه؟ بص هتراجع التكاثر والبابين اللي فاضلين لك بتاع الجيولوجيا. هل هتقدر على كل ده؟ زي ما قلت لك بقى مش كل شويه نسال نفس السؤال يا عم، انت بتراجع الشرح على السريع، فان شاء الله بجد والله هتخلصه. وانا والله بجد مش هحط لك حاجه خزعبليه ولا خطه، انا يمكن الخطه دي بجد يعتبر انا بحط لك في المقتدر بتاعك ان شاء الله، ويمكن احسبها لك كمان بالساعات لو حابب احسبها لك بالساعات. فان شاء الله يوم السبت المفروض منك انت تعمل زي ما عملته في الدعامه والحركه والهرمونات والمناعه، تعمل في التكاثر والبابين بتاع الجيولوجيا. وانا زي ما قلت لك بالنسبه للبابين بتاع الجيولوجيا هبعته لكم ان شاء الله على التليجرام كده، بحيث تذاكر منهم، عشان الافكار اللي انا كنت كاتبها كنت كاتب افكار بجد والله يعتبر كل الاسئله اللي انت هتقابلها ان شاء الله كل الافكار دي انا كنت كاتبها. ان شاء الله اليوم الاحد الدي ان اي والار ان اي، مش هقول لك اي حاجه تانيه معايا لان هم كفايه، فادوهم راحتهم كده، راجعهم بالراحه. واسمع يا عم عادي الفيديو بتاعهم، بما ان انت ممكن تكون تايه، اسمع شرح الدكتور احمد الجوهري كده واي شرح بتاع المستر انت بتحبه، وراجعهم زي ما قلت لك، والحمد لله كده نكون خلصنا. هنعمل ايه بقى في الثلاث ايام الباقيين؟ هنمسك حل شامل بس، حل شامل بس. بص يا عم انت نازل لك كام؟ نازل لك 12 يعتبر نموذج استرشادي، هتمسك يعتبر يوم الاثنين تحل ال 12 كلهم في يوم الاثنين. ازاي هتحل 12 نموذج في يوم واحد؟ بص النماذج الاسترشاديه بتاع الوزاره مش صعبه اوفر، والله العظيم كل يعتبر شامل ممكن ياخد منك ساعه بالكتير كمان، والله لو انت سريع ممكن تحل في 45 دقيقه. انا جربت السنه اللي فاتت النماذج بتاع كتاب الامتحان الشامل بتاعته كنت بحلها يعتبر في ساعه، لان هي ما كانتش صعبه للدرجه دي يعني. فانت كده تعتبر هتخلص كل النماذج الاسترشاديه. تاني يوم يعتبر هتحل مثلا الشامل بتاع كتاب التفوق. ليه عاوزك تحل كراسه التفوق بتاع ليالي الامتحان؟ هي في حوالي 10 شوامل، ولكن 10 شوامل بصراحه تقيله جدا جدا جدا، وفيها افكار كتير، فانا عاوزك تحلها بحيث ان انت والله تكتسب افكار، وانت اكيد متاكد ان امتحان الحقيقه مش هتيجي ميه يعني، فانت عايزك كده تكون اكتسبت افكار من كراسه التفوق. نيجي بقى للاهم بالنسبه للسنين السابقه، اخر يوم ده حل سنين سابقه او عادي اليوم اللي قبله يعني ممكن تعكس مع بعض. بالنسبه للسنين السابقه حل يا عم، ابدا ب 24 اللي هو الامتحان بتاعنا، ما كانش اصعب حاجه ولكن كان في شويه افكار كويسه. 23 برضو نفس الموضوع حلو سواء دور اول او دور ثاني، و22 و21 هو يعتبر كل السنين السابقه. وبكده الحمد لله بجد لو انت مشيت على الخطه دي ونفذتها زي ما انا قلت لك، اضمن لك ان شاء الله ان انت تدخل الامتحان وانت مستريح، وتكون بجد والله يعتبر لامم كل الشرح والافكار والحل وعامل كل حاجه، يعني مفيش حد في الدنيا هيكون عملها. وبس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، والاهم زي ما قلت لك كل حاجه بعتها لك كده على التليجرام، وما تنساش برضه لايك عشان الفيديو يوصل ان شاء الله اصحابك ويستفيدوا زيك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.